عشان تكون متأكد برضو من البورصة المصرية، عشان ما تروحش تستثمر في البورصة الأجنبية وتمشي في إجراءات ممكن توقفك أو تعطلك وتقلل من تحفيزك شوية. فعشان تكون متأكد فعلا من البورصة المصرية إن فيها فرص كبيرة جدا ممكن تعمل منها ثروات في وقت قصير، تعال ناخد أهم الأمثلة لأهم ارتفاعات الأسهم في الفترة الأخيرة، مع العلم إن أنا مش بوصي حد إنه يشتري الأسهم دي، ولكن ده على سبيل طبعا المعرفة من باب العلم بالشيء مش أكتر. عندك سهم زي ابو قير من 10 جنيه وصل ل 40 جنيه، واظن هو دلوقتي في اللحظه اللي انا بكلمك فيها حوالي وصل ل 70 او 67 جنيه. سهم اسكندريه لتداول الحاويات من 8 جنيه ل 18 جنيه، وهو دلوقتي معدي ال 30. سهم التعمير والاسكان من 7 جنيه ل 18 جنيه، واظن برضو دلوقتي ان هو معدي تقريبا ال 30 او ال 40. سهم السويدي من 3 جنيه ونص ل 26 جنيه، وبرضو معدي الرقم ده. سهم مصر الجديدة وصل من 3 جنيه ل 13 جنيه. المجموعة المالية هرمس من 4.5 ل 18 وعدى الرقم ده. حديد عز من 4.5 ل 46. سهم المصرية للاتصالات من 7 جنيه ونص ل 25 جنيه ونص. سهم مصر لإنتاج الأسمدة من 35 جنيه ل 146 جنيه. سهم فوري طبعا للتكنولوجيا من 2 ومن 4 جنيه، بس خلينا نقول من 6 جنيه ل 40 جنيه، هتعرف بعدين بقول من 6 بالذات ليه. سهم البنك التجاري الدولي من 17 ل 80 جنيه. سهم المصريين للإسكان من 17 قرش ل 2 جنيه، ودي نسبة كبيرة على فكرة. زهراء المعادي من 3 جنيه ل 50 جنيه. المصريين للاستثمار من 30 قرش ل 15 جنيه. كل الأمثلة دي وأكتر بكتير حصلت في أقل من سنة واحدة وبحد أقصى سنتين. تعال نفهم معنى الفروقات دي ونترجمها لأرقام ومكاسب. لو معاك 100,000 جنيه واشتريت اي سهم من دول بالسعر الاول وبعتهم بالسعر الثاني، فانت هتعمل مش اقل من 4 مليون جنيه في سهم زي المصريين للاستثمار، مش اقل من 1.5 مليون في سهم زي زهراء المعادي وغيره وغيره. والاهم ان كل ده في اقل من سنة او سنتين، وعشان كده بقول لك من 6 جنيه ل 40 جنيه في سهم فوري. وفي النهاية حابب ان انا اشكركم على التركيز الدائم وحسن اختياركم لوسيلة الاسهم للاستثمار بشكل عام، وعلى اختياراتكم للكورس معايا بشكل خاص. اتمنى لكل اللي اخذ الكورس انه يحقق كل اهدافه ويوصل للحرية المالية، ويكون عنده حرية الوقت الكافي اللي يقدر بيها ينفذ فعلا اهدافه بالحرية المالية. بشكركم مرة تانية، ولو في اي سؤال في اي وقت تقدر تتواصل معايا طبعا على صفحتي على الانستجرام او الواتساب طبعا، فقدامك كذا وسيلة تقدر ترجع لي منها، وان شاء الله اقدر ارد عليك. ربنا يقدرني وارد عليك في اسرع وقت على اكبر عدد ممكن طبعا من الاسئله. وكده كده احنا بنتابع الفتره بتاعتنا من خلال الكورس على حسب المده المتفق عليها يعني من حجز الكورس. بتمنى التوفيق للجميع في اللي جاي، واتمنى من اي حد قدر فعلا ان هو يستفيد من الكورس ده انه يعمل فيدباك بسيط لمده من 15 ل 30 ثانيه، بحد اقصى طبعا 40-50 ثانيه، يقول هو استفاد قد ايه من الكورس ده، وهل فعلا قدر يوصل لحاجة من الكورس ده او لا. وكده ابقى انا خلصت الكورس وخلصت اللي عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.